مع بزوغ شمس اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، تبدأ فعاليات الأنشطة والدورات الرمضانية في مختلف أرجاء الدولة من خلال بطولات كبيرة بمشاركة واسعة لكافة أطياف المجتمع، حيث تعد فرصة هامة لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها. بدايتي كانت في البطولات الرمضانية ودورات الفرجان الحواري هاي اللي كانت تصير عندنا. بدينا وبعدين انتقلنا للأندية وبدينا في المراحل السنية لما وصلنا الفريق الأول ووصلنا المنتخب الحمد لله رب العالمين. أكثر اللاعبين هم يكونون من الدورات الرمضانية هاي، يبدون الدورات الرمضانية يجون الناس من الأندية تشوف اللعيبة هاي يختارونهم، وطلعت مواهب كثيرة. أكثر اللعيبة اللي تشوفهم في المنتخبات أكثر يتم بادين من الدورات الرمضانية والحواري. تساعد الدورات الرياضية خلال الشهر الفضيل الشغوفين بالرياضة وعشاق كرة القدم على تنمية القدرات والمهارات، ما يدفع المسؤولين في المجالات الرياضية لاكتشاف نخبة جديدة من الشباب الصاعد الذين يتمتعون بالإمكانيات والمهارات الكافية للاحتراف. طبعا اكيد لعبنا دورات رمضان، خاصه في رمضان كنا في تنافس كثير، يعني خاصه ايامنا قبل كان ايام بعد الصيف كانت في اجازات، كانت في هذا، فكان في منافسات قويه جدا. يعني من خلالها اكتشفونا في الانديه او اكتشفوا اللاعبين كلهم بشكل عام، معظمهم كانوا من الفرجان من الدورات الرمضانيه. بعد ذلك دخلنا النادي في نظام، طبعا النادي غير عن النظام اللي موجود في الفريج اللي هو طبعا تسجيل، في انضباط، في غيره. في الفريج يمكن يكون تاخذ راحتك، انت بروحك كابتن نفسك، انت بروحك مثلا مدير وكل شيء، لكن هناك تعلمنا الكثير في النادي. يعني لا تقتصر الدورات الرياضية على المتعة فقط، بل تمتد لتشمل فوائد كبيرة للصحة الجسمانية وتنشيط للدورة الدموية، خاصة خلال فترة الصيام، وهو ما يعود بالفائدة على كافة الرياضيين المشاركين في جو مليء بالتحدي والمنافسة الشريفة. تعتبر الدورات الرمضانية خلال الشهر الفضيل منصة هامة لاكتشاف المواهب الكروية والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة الكرة الإماراتية. لقنوات الكاس، كنان لحدو، الشارقة.